محاولة ابتزازها لأنها رفضت أن تقوم بأعمال خادشة للحياة، بالإضافة إلى العمل في المكان نفسه، فيلفقون لها هذه القضايا تحت شعار يا هنحبسها يا هنمشيها من مصر. أستاذ رأفت عدلي، أهلا بيك. أستاذ وائل، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. أستاذ رأفت، تعليقك على هذه الاتهامات. القضية مش مصر ولا العلم، القضية هي قضية أعمال مشبوهة حاولتم دفعها إليها. يعني حضرتك بتقول ان دي اتهامات وجهتها سوفينار لاداره الفندق. انا بس احب اوضح لحضرتك حاجه وللساده المشاهدين، ان موضوع اقحام اسم الدكتوره شاهناز النجار في الموضوع ده بعيد كل البعد، لان الدكتوره شاهناز هي ملكه الفندق. الفندق ليه اداره، الاداره دي اجرت قاعه اسمها الVIP لشركه اخرى غير الدكتوره شاهناز. يعني الدكتوره شاهناز ملهاش دعوه بالموضوع ده. هي كمان سوفينار قالت انا نشدتها، يعني انها. فلو سمحت حتى بعد اذن معاليك، يعني المناشده او عدمه ده مالوش جدول، ان الدكتوره ملهاش علاقه بالموضوع ده، لكن اقحامها واقحام اسمها في الوقت الحالي لو انها مرشحه او من عدمه في المجلس او كده. ما هي سوفينار مش نازله قدامها انتخابات يا استاذ رأفت، ادخل في الموضوع. لا انا داخل انت نازله انتخابات باذن معاليك. لا انا بتكلم ان انا محامي الفندق ومحامي الدكتوره شاهناز، فحضرتك مش اصول كل يعني اي حد يجيب اسم ناس. مش اي حد، هي مالكه الفندق فتقال سطر. لا الفندق دي قاعه يا فندم، زي ما بقول لمعاليك، دي قاعه بعد اذن سيادتك، انا بستمع حضرتك. دي قاعه مأجراها اداره الفندق لشركه اخرى ملهاش علاقه بيها الدكتوره شاهناز. الموضوع الثاني الاخر اللي هي الاتهامات اللي وجهتها سوفينار على الهواء ضد الفندق وضد قاعه الVIP، ده طبعا احنا مجالنا مكتب معالي النائب العام بكره الصبح في الاتهامات اللي وجهتها على الهواء لاداره الفندق ولاداره الVIP. نمره 3 بعد اذن معاليك، موضوع اهانه العلم من عدمه. الموضوع ده دلوقتي معروض امام القضاء، فلازم نحترم القضاء بعد اذن حضرتك، ومع احترامي لبرنامج حضرتك ولشخصك الكريم. يعني ما ناقشوش ولا انت شايف ما ناقشوش؟ لا يا فندم، بعد اذنك معروض على القضاء بعد اذن سيادتك. خلي بالك احنا 90% من القضايا اللي بنناقشها كلها معروضه امام القضاء. مش هتخوفنا، بس مش هتخوفني بدقيقه يا استاذ. 30 سنه يا فندم. خلي ده يا سيدي اخضع انا للقضاء، خلينا بس كل القضايا التي نناقشها. يا فندم انت بتدي، هل بتاثر على القضاء كده يعني حضرتك؟ لا ما بأثرش على القضاء، انا فاهم حدودي في المناقشه، ما تمارسش عليا بس سيف التهديد، بس خليني لو سمحت. بعد اذن سيادتك، انت حضرتك انا فاهم حدودي المهنيه، انا محامي، والتي لا علاقه لها بالتاثير على القضاء، لان احنا خلي بالك 90% من صفحات الحوادث في الصحف هي بقضايا، 90% مما نناقشه هي قضايا منظوره امام النيابه والقضاء. وعارفين قدرك كويس قوي، وعارفين احترامك لمهنتك، وعارفين قد ايه انت راجل ناجح في عملك. احنا كمان بنقول لحضرتك الموضوع ده احنا مش لا بنخبيه ولا بتقدم ضد سوفينار ما يقرب من 1100 بلاغ على موضوع على مصر. لكن 1100 بلاغ ما يقرب على اهانه العلم. احنا اقحام اسم النبيله، وجاء الاستاذ حضرتك الاستاذ حسين المحامي. طب هل صحيح الاتهامات اللي وجهتها للفندق بدفعها للقيام باعمال مشبوهه وان هو ده السبب؟ يا استاذ وائل، انت خارج عن الموضوع، لكن انا هرد على حضرتك. انا اللي قلت، انا مهمتي، انا لو عايزها تقول بس ده، ما انا متصل بيك عشان يبقى الطرفين عندي. تجيب الضيوف عشان يوجهوا اتهامات على الهواء لناس انت حضرتك ما سمعتهمش او ما شفتهمش. طب انا بسمعك اهو. لا، ما دي مش اصول. احنا مجال الموضوع ده هي وجهت اتهام على الهواء للفندق وللاداره الVIP، ده مجالنا مكتب النائب العام مش مكتب. طب ما انت بترد على الهواء. برنامج حضرتك يا فندم. لا احنا مش هننزل المستوى ده ان احنا على الهواء والكلام ده نرد التهم. شاكر فضلك. شاكر. طيب يعني انت مش عايز ترد على الهواء ومش عاوز تنزل للمستوى، واحنا ايضا لن ننزلق الى المستوى من هذا النوع. انا بشوف انه الحوار هو حجه في مواجهه حجه، اتهامات يوجهها هذا فيدافع عنها ذاك.
أستاذ علي الشريعي رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة المهن الموسيقية. أستاذ علي أهلا بيك. اهلا بيك.